الله الخلاط اتكسر. عمرة يا قوطة مجنونة يا طماطم، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا زايدين مع الخالة حلمية قاعدين. يا أحلى اخوات أحلى متابعين، زيكم يا اللي مفيش حد زيكم. يا صباح التفاؤل وصباح الرضا وصباح كل حاجة حلوة. يا أحلى اخوات وأحلى فانز وأحلى حاجة حلوة دخلت في حياتي وفي بيتي، وانتوا نورتنا وانتوا شمعتني وجعل أيام مباركة علينا وعليكم وعلى أمة العالم أجمعين. وقبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا ندعي لإخواتنا بتوع فلسطين والسودان ولبنان والأردن وليبيا، جميع الدول كلها ربنا يهدي حالهم ويروق بالهم، دخل عليهم البهجه والسرور، ارحم امواتهم واشفى امراضهم بحق جاه النبي، وخش عليهم رمضان وهم متهنيين ومبسوطين في بيوتهم قاعدين مع عيالهم متجمعين مع فرحهم زايدين. زيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ مشكره لكم على تعليقاتكم الجميله، مشكره لكم على نصايحكم ليا. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم ويفرحكم ويرضيكم ويرزقكم برزق عيالكم ويستر لكم عيالكم وفوقوا شر المرض وفوقوا شر المستخبي انتوا وعيالكم وعيال امه العالم اجمعين. ينجح لكم عيالكم بحق جاه النبي ويجعل تعبكم فايده عليهم واسترهم وفاديهم وابعد عنهم ولاد الحرام. عيالنا وعيالكم وعيال امه العالم اجمعين خارج مصر جوه مصر. مالك يا خاله حلميه؟ كنت عايزه اطلع على السطح يا عيني، والجو عندنا بقى كان يوم حلو وبعد كده اتقلب تاني. حمرة يا قوط يا مجنونه يا طماطم، شوفوا كانت من شهر ايه والنهارده بقت ايه. واحده الذكيه تشتغل زي الخاله حلميه. راح تعملي ايه يا نور عيني؟ طبعا السوق بتاعنا النهارده رحت السوق جبت اللي انا محتاجاه علشان الحاجه غاليه، وكمان ما نجيبش الحاجه وتبوظ مننا ونسيبها بقى في التلاجة وما تتاكلش او تبوظ ونرميها ونبقى تعبانين فيها وجوزنا تعبان في الحاجه ونرميها في الزباله او نشحتها للجيران للحيوان، يبقى احنا نستفاد بيها. طبعا نزلت السوق النهارده جبت نقلت الطماطم الجميله دي. الطماطم دي من واحد اسمه اشرف من رياض، من نفسه ان انت تصور. قلت له تو نام. العدايه ديت قطعه 160 جنيه. هي دلوقتي الطماطم الكيلو نص ب10. لو جبت النقاله على بعضها كده انت الكسبانه وانت اللي فايزه يا خاله حلميه. يعني هي الوقت في النقاله ديت 35 كيلو، الكيلو فيه واقفه ب5 جنيه في النقاله. اما بتجيبها قطعي بقى اللي هي بالكيلو كده بتجيب الكيلو نص ب10 جنيه. قلت له فرزوا لنا حاجات رمضان، ربنا يدخل علينا رمضان انا وانتوا والعالم اجمعين بزياده. ليه؟ من الشهر الجاي تبقى بايه وهي رخيصه وهي بيضه وحمرا كده، تجيبها وتخزنيها، تجيبها وتصلصليها، تجيبها وتعينيها مع الخاله حلميه، ولا تتعبي ولا تحتاري. ده بقى احنا في اول الشهر الواحده بتنزل مننا، الراجل ما بيعرفش حاجه عن بيته، الراجل بيديك الفلوس وانت بتنظمه. في رجاله بتبقى واعيه زي الستات برضه بينزلوا يجيبوا حاجه الشهر للمدام بتاعتهم. احنا من النهار ما عدناش بنزرع الغله، البركه قلت من الضاء. اي والله البركه قلت من الضاء. احنا كنا الاول بنجيب بالارداب بالغله، والشكاره الدقيق الفينو دي كنا بنجيبها بالشكاره الكبيره اللي هي الكبيره اللي هي ازيد من 30 كيلو، وكنا نعبي البراميل من غله لدقيق غله لدقيق فينو لرده لدقيق ذره، وكنا بنخبز كل اسبوع. بس الحمد لله ما عدناش بنخبز الا فين وفين. الشكاره ديت ب 250 جنيه، ديت 10 كيلو ب 250 جنيه. بجيبها بقى بتقضيني الشهر. عملت معجنات كتير ممكن ما تقضينيش الشهر، عملت معجنات قليله تقضيني الشهر. هنا بقى السكر الجميله ديت 10 كيلو بكام يا خاله حلميه؟ 10 كيلو ب 360. نص البالة 20 كيلو. سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز، هو حد يضحك عليكي ويقول لك البالة دي ثمن غالي؟ مكرونه اهي جايبه 3 اكياس عشان انا هنعمل غدانا النهارده. هقول لكم هنعمله ايه. طبعا انا نزلت بقى السوق، انا عندي حاجات كتير في الثلاجه، عندي فلافل وعندي حاجات كتير. انا من النوع اللي ما بحبش اخسر حاجه. ليه؟ عشان انا تعبانه في القرش وابو طارق تعبان في القرش، والواحده الذكيه اللي تحافظ على مالها وتحافظ على شقه جوزها شقاه. جبت نص كيلو كوسه علشان ممكن نعمل شوربه خضار. جبت بقى السفند ده اهو، الراجل كان بيقول لي ب 15 جنيه جبته ب 10 جنيه، والبرتقال كان ب 15 جنيه اللي هو ابو سره ده جبته ب 10 جنيه. جبت 2 كيلو. الخيار ب 25 جنيه جبت له ايه 20 جنيه. جبت نص كيلو. الجزر الكيلو ونص ب 10 جنيه، جبت ايه كيلو الا ربع. البسله ب 25 جنيه جبت كيلو ونص. الكيلو ب 80 جنيه جبت 2 كيلو الا ربع. يعني دول كيلو وربع ودول نص كيلو، دول هحطهم في الثلاجه ودول هسقطهم في البلاص. تعالوا بقى يجعل سناكم لبن ويجعل ايامكم نور ويجعل ايامكم فرحه.
عندنا الخضار دولت ب 15 جنيه، خضره مشكله، كزبره، بقدونس، جرجير، سيريس، فجل وسيريس وجرجير، دول ب 15 جنيه. الفلفل برضه ب 25 جنيه، جبت بقى ب 15 جنيه. انا ما كنتش ناوي اتقد لبن، لا علشان انا جبت الجبنه بقى وبخزن. بس انا بقى ببدا بقى لسنه اولى مطبخ، والناس اللي خاشين عندي جديد ربنا يبارك لي فيهم ويسعدهم ويرضيهم ويوسع عليهم. اللبن ده جايباه من واحده جارتي، ربنا يجعل عندها الخير ويجعل عندها الفرح ويشفي لها بهايمها ويش عنهم الوحش كلهم. رحت لها قلت لها انا عاوزه ورشه اللبن بتاع الصبح او بتاع بالليل. انا كانوا هنا ب 30 جنيه يا جماعه الخير، وبرده تقولوا اللبن غالي، بهايم بتاكل بفلوس، بتاكل بدولارات. تعالوا بقى شوفوا الجمال. ايه يا مطار، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صليت على الكعب. اللهم صل على النبي. ده احنا نهارنا لبن. نهارك قشطه وزي الفل. نهارك فل وجميل والله. شوفوا بص انا بس اللهم صل على النبي. بص تعالى كده الترقه. ايه العسل ده؟ دول 10 كيلو لبن يا حبايب قلبي، جايين بالليل ليا. الطواجن دي كنت انا غسلاها بميه ساقعه زي ما كانت ام الله يرحمها معوداني. عندك طواجن، عندك حلل بلاستيك، المهم تغسليهم تنشفيهم وتعقموهم عشان تحطوهم اللي هترقدي فيهم. مسكت دول غسلتهم عشان هي قالت لي هجيبهم لك بالليل، وجت على البوتاجات بتاعنا دي ولعت العين الكبير، حمصتهم ونضفتهم. جابت اللبن بالليل، الله يسترها ويجعل عندهم الخير كله ان شاء الله. ما شاء الله دولت 10 كيلو. ال 10 كيلو بكم يا خاله حلميه؟ هتحسبوش والله ب 300 يا جماعه الخير. ما هو كانوا ب 30، ال 10 كيلو ب 300 جنيه على طول. انت عامله تسويقه شامله كامله. ايه يا مطار، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا شامله كامله غنيمه. كامله غنيم. بصوا بقى اللبن كامله نغيم. الله يسترك. بص بقى انا شطوره دي سفن. تعالوا بصوا كده، انا ايديا نضيفه وغسلاه ولسه مصليه الوقت. اللبن دي جاي لي بعد اذان العشاء، حطيته كده ما رضيتش اعينه علشان ايه اوريه الحبايب، عشان هي كانت جايباه في الجردل بتاعه وعشان بتحلب في الجردل. فضيت، انا كنت ناويه افضيه معاكم بس انا عملته معاكم كتير. اللي معايا من زمان عارفين يعني انا بفضيه ازاي. بصوا شوفوا الوش لسه ما جمدش، شوفوا. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. سيبها ما يجمد. ما هو انا بوري بس الحبايب. ومن تحت اهو لبن، اهو لبن ممكن تاخدي منه الوقت وتغلي وتشرب. بصوا كله قشطه ازاي. انت صرفت كل الفلوس ولا ايه؟ مش باني شطوره بخليها. يا صلاة النبي. مش ايه دي؟ طب ايه الرحله احنا ولا ايه؟ دي احلى من الرحله. الفلوس بتيجي وبتصرف والحاجه اللي بتفضل في البيت. اي والله بتشد منها بقى. ايوه صرفت الفلوس كلها. معلش هنجيب غيرها. على رايك احنا بنروح النهارده صرفنا. الاسبوع الجاي ممكن يبقى عندنا خيرنا ما نطلعش تاني. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. انت طالعه فين رايحه فين؟ ما انت معانا هنا اهو. بصوا بقى يا حبايب قلبي. اللهم صل على النبي. صليت على الكعب. اللهم صل على النبي. بصوا ايه راح رحله ولا ايه؟ رحله ايه؟ امال ايه؟ بيتنا حتى كما تكون في بيتك ولا تخبط على جيرانك، تخبط يا سعد يا نبي. ربنا يعينك وقوي. ايه تعيين السنه دي ولا ايه؟ تعيين الشهر احسن. دي الشهر. يلا تعالوا بقى نغطي على الجو برد ناكل وننام. ايوه كل سنه وانتم طيبين يا احلى متابعين. يا سنه اولى مطبخ، يا سنه اولى على الجواز. الصلاه على النبي. التخزينه دي يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. يا ربنا انا شطوره. انا الهلوبه. ايوه منك شطوره. يا سعد يا نبي، يا سعد يا نبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. عرفت بقى اللي انا جاي. ايه الهنا دي؟ ايوه انت بتيجي من الغيط بتقول لي ايه؟ حته جبنه ورغيف صغير، كوبايه شاي وفي الطبق وبصلايه، واعملي لي كوبايه شاي على ما وقعدة كده واكلهم لي وشوفي حالك. عمرت دماغ الراجل دماغك رايق. يا صلاة النبي على بسكت. لو الراجل جه ولقاكي مديونه لدي، وعارفين والله يا جماعه الخير هيضحكوا على بطارب وهو ويانا اهو. اما باجي اقول له مثلا عليها فلوس لحد يقول لي والله ما ليا دعوه. لو مت ما حدش يجي يسالني راح تجيبي خارجي ليه؟ معاكي هاتي. ما معاكيش ما تجيبيش، ما يلزمكيش. مهما تحط في بطنك البطن ما بتشكرش. انا واخده على العهد دي من يوم ربنا. ده المكرونه دي حلوه. واتجوزت ابو طارق وهو قال لي الكلمتين دول. انا لما المطبخ ما عنديش عيال صغيره ما شاء الله. طارق عريس ومريم عاقله وكل حاجه وابو طارق عاقله قوي. لا استاذه يا ولا ممكن تيجي تلعب فيه. انا بقول لك عاقله قوي. يعني عليه طبعا هي برضك عيله مهما يعني 9 سنين عيله. بص بقى بنجيب بقى خلقه نضيفه كده او بطانيه صغيره من بتاع العيال اللي هم الاطفال ونضيفه وجايبها مغطيه كده. غطيناه عشان يبقى يدفي، يبقى دافي. يعني لا دفاه. لا وممكن لو عندي بطانيه صغيره هجيبها او خلقه جلابيه تقيله وما بلبسهاش ونضيفه اغطيه. يقعد 4 ايام. بعد ال4 ايام هوري لكم بقى الجبنه وهوري لكم اللبن الرايب وهوري لكم بقى القشطه طالعه ازاي. كانت عندي في الثلاجه خلاص. نسيت اغسلها وانضفها واسويها.
تعالى بقى شيل القبلي بقى. بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة على الزين. يا وحدتك يا زين. بص هنا. انزل بالراحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا رب. ارفع لفوق. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة. عارف بتاع الطماطم بيقول النقاله اهم حاجه. اشرف بتاع دياسة يا جماعه الخير. النضاره ديت لو طلعتيها ونقطتيها هتصبح حمراء، بس ما تحطهاش في التلاجة. حله كده بلاستيك وحطها في التلاجة على الرخامه تصبح حمار. بتاعنا غسلينه ومنضفينه ونقط الطماطم اللي انا تمشيني الاسبوع. وبعدين الطماطم معايا اهي. نعمل ايه بقى؟ حبه بحبه كده نمسكها غسيل كده اهو من الماء بالراحه كده عشان ما تطرطشيش. بتقومي بقى طماطميه كده بقى كده اهو. عاوزه وارجع واقول لك عاوزه تخزنيها متقطعه كده في اكياس، دي معاكي ودي معاكي. بس بقى لو عندك بقى جاز فرازات ممكن تعملي بقى درج كده. بس الطماطم دي بتعمل قلقله جامده فريزر. احنا نسويها كده عشان ما تاخدش مكان جامد. اي حاجه تلاقيها سمرة شيليه واغسليها حلو بقى عشان عليها كبريت. الكبريت دي هو سم ولا حاجه يا جماعه الخير. حاجه كده تحمر تخلي الطماطم تحمر بسرعه. برد يعني ما بيخليهاش تحمر. لو في الحر الحر بيخليها تحمر. اوبا عارفه نفسك ولا ايه؟ ستر يا رب. سكينه حاميه طماطم علشان جايبه العدايه نضيفه ما فيهاش حاجه مستويه ولا وحشه باذن الله. مش طالع منها يجي نص كيلو حاجه بايظه. تعالوا بقى نولعت على دي. حطيت لها نص كوبايه ميه علشان الطماطم في اول ما بتحطها على البوتاجاز ما بتسرقش ميه. بتعمل ايه؟ هتقوم لازقه منك في الحل. حاطه نص كوبايه ميه ومولعه عليها. هنعمل ايه في الوقت الجميل ده؟ نجيب الكبيره هنا بقى صك الطماطم. اي والله اديها لكم اهو لحد ادي نص كوبايه الميه حطيناها لها اهو. الطماطم اللي هناك اهي دي هتقضيني بقى الاسبوع. هطبخ منها وهعمل منها سلطات ودي هسويها وهعملها وياكم بطريقه سهله وبسيطه واقول لكم تخزينها ازاي. اللي بيحفظها تفضل معاكي 3 اشهر 4 اشهر سنه كامله. المطبخ يا سنه اولى جواز غسلنا طماطمنا وولعناها يا ناي. تعالي بقى ما اوريك اما تكوني جايبه الطماطم نظيفه تعرفي هتجيبيها وحشه وتجيبيها بايظه. على ما تنضفيها مش هتصفي معاكي اي حاجه. حمرا يا قوطه يا مرخصتي يا طماطم. هتعملي لنا ايه بقى غدا يا خاله حلميه؟ ايوه يا خاله حلميه عشان انا جوعت يا عينيا. اكله شتويه اكله ليبيه ليبيه؟ ليبيه. الاكله دي مشهوره في ليبيا والله بجد. وبتنزل من على البوتاجاز على البق على طول يا ناس. طب يلا علشان هي ايه؟ هي ايه؟ طب اكتبوا لي في تعليقاتكم وكلامكم قبل ما اقول اسمي. انا افتكرت عرفت. لا ما تعرف. طب خلينا نتفكرهم. عرفت اكله ليبيه كل الناس بتاكلها. بتنزل على الملبس. بس اللي انت قصدك عليها بتبقى بالفراخ. انت مطلعها سجق ليه؟ لا بتتعمل بسجق وبتتعمل بفراخ. بس المره اللي فاتت كنت انت عاملاها بالفراخ في الشتاء اللي فات. مش كلامي صح؟ وبتتعمل بلحمه. عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ انا اقول الجدعان الشطار يكتبوا لي في تعليقاتكم هي اكله شتويه اكله ليبيه وكل الناس بتعملها ما بتحلاش الا في الشتاء. انا عارفها اقولها ما بتبقاش محبوب. اقولها تعملها في الشتاء بتبقى محبوب. ان بتوع ليبيا الحبايب بتوع ليبيا اللي معايا عرفوها هي اكله يعني ايه. عرفتوها؟ اكله بتدفي. اكله بتلم العيله. اكله على الصينيه. والله لا اقول لكم يا جماعه بتنزل من على البوتاجاز على البق ما بتستناه. مبكبكه يا جدعان. يا بكبك رقبه امك. طب كنت تستنى ما هم يكتبوا يا ولد. صح. بس انت المبكبكه بتتعمل بالسجق؟ بتتعمل بسجق. اول مره تعملها بالسجق. وبتتعمل بلحمه. طب افرض انتوا عاوزينها وانا ما عنديش فراخ مثلا. ليه انا بقى افرض ولادي طالبينها وانا عندي حتتين 2 لحمه عادي. افرض وبتتعمل عندنا نرمينا ما بتاكلهاش. لا ما بتاكلهاش. انا بحبها. ابو طارق بيحبها. انا اكلتها مره واحده حبيتها. صح اصل بجيبها على اصولها. والله عرفت يا حبايب قلبي. اكله دي بقى لمه العيله لمه الحبايب. انزل. انا اقول انت جايبه الملكه ليه؟ الملكه ده عارف لو الملكه انا كنت في المنصوره امبارح بعد كشف قلت له تعمل جيب مكرونه من المال قال هجيبها لك من البلد. انت جبتهاش من البلد. انا ذنبي انت اللي جبتيها اصلا. انا ماليش علاقه. انا كنت عايزه اجيبها من المال وجيت جبتها من الملكه. طب انا ولاد جبتها من الملكه؟ من اسمها ملكه. ملكه قاعده افضلها وقاعدين ننحف قلبين. طبعا يا حباب قلبي انا مش مقطع الزقوق. دي زقوق بلدي 100 اهو ما شاء الله تبارك الله. عايزين نبقى نحكي المكنه اللي بتعمل الزقوق دي نجيبها
علشان اعمل الزكوق. انت هتتطوري قوي يا خاله حلميه، ما انا لازم اتطور يا عيني. معانا بقى انا مش هقطعه، هسيبه صحيح كده صحيه كده عشان اللي ياخد واحده ما ياخدش اختين. معانا زيت ما بتتعملش بسمن، معانا زيت. هنحط بقى الزكوق بتاعنا كده سريعه. دي الاكله السريعه دي اللي يعني حتى لو اوريكي طريقتها اهو، عملناها ووضبناها وولادي مش موجودين ولا بابي موجودين، اعمل الترتيبه اللي انا هوريها لكم دي، وما احطش المكرونه ولا احطها الا وحبايبي وولادي قاعدين. هي كلها في حله واحده مش صح؟ امال ايه هنعملها في حله؟ ولادك وحبايبك قاعدين، تقوم رايحه ساقطه المكرونه ما بتغيبش، والفراخ عندنا ما بتغيبش، الزكوق بتاعنا ما بيتغيبش. شوفي بقى لو علات البوتاجاز بتاعك يا طروق، لو علات البوتاجاز بتاعك قوي الطماطم بتاعتك بتتسوى، الميه دي هتطرطش تقع عيني وهتطرطش تغرق لك البوتاجاز. فانا حبيت اعلمكم اهو. شوف تعالى انا ابويا بتبقبق يا طار، اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. العصر دي الميه دي هتنفخ لنا البوتاجاز، احنا اذكى منها نوطي كده اهو اهي يستوى براحتك. احنا مش مستعجلين عليه، احنا هنسابه وبعدين هنضرب بكره الصبح اوريكم التسويه بتاعتها في الفيديو بتاع الصبح. شوفوا بقى اهي تعالوا الزكوق بتاعنا يا حلاوته يا جماله اهو. نزل يا جماعه البهاريز بتاعت قلب الزياد. هنحط ايه بقى في الوقت ده؟ انا مش حاطه اي حاجه الوقت لما تاخد التشويحه بتاعتها. الزكوق بتاعنا خد التشويحه بتاعته، ما هواش فراخ اللي انا هسويها واللحمه اللي انا هسويها، الزكوق بتشوحيه وعلى البق على طول معايا بصلتين مخرطين بهذا الشكل الجميل ده. هنحط نقطه ملح، وخلي بالك الزكوق بتاعنا متملح نقطه صغيره كده، شويه فلفل اسمر عشان نطعم ايه البصل بتاعنا والخضار اللي احنا هنحطه، شويه كمون بسيطين كده، ما تطريش الكمون دي اضافه مني بقى، شويه كركم بسيطين بيدي لون وطعم وحلاوه المكرونه والفراخ اهو، شويه كزبره يعني هيجرى قد ما جرى، شويه قرفه فقط لا غير. بس شوفوا انا بحط شعر ما بحطش كتير ننزل بايه؟ بالفلفل بتاعنا الاخضر احمر اصفر اللي عندك. طب بتحط له قرون يا خاله حلميه؟ ما احنا هنحط قرون، بس انا عاوزه اجاك المعلقه اللي هي المبكبكه دي لها طعم، لها حاجه حلوه غذي. الفلفل دي غذا للجسم وللعقل كمان اهو. طب ما عنديش الوان حط اخضر، عندي احمر حط احمر، عندي اصفر حط اصفر، ثم القوم كله في حله واحده اهو. شوف الالوان. ايه رايك يا واد يا طروق؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك غير مكرونه سيبها لي كده. ايوه دي بقى ممكن ايوه وعود بصل وبالفعل ممكن تعمليها كده، تعمليها ايه مع مكرونه حمراء، مع زي ما طارق قال لك كده سندوتشات، وعود بخضره ببصلايه ورواق دماغي. ده ارض وده ارض حراق قوي والله، انا مش هتشطها ولا ارض الاساس دي. الفلفل الاحمر اللي هو ايه الناشي دي نار عشان انا حاطه ده حراق وده حراق. افرض عندك اطفال او عندي ناس كبيره سنا ونفسها في احنا ذات نفسنا هنولع. هتعملي ايه؟ احنا بقى عامه احنا بنحب الشطه، كان انا او ابويا او ما اعرفش هم بقى بتحبها ولا لا. انا بحبها بس ما عادش بحبها، هي ممنوعه منها عامه، الدكاتره كلها بتمنعها منها، بس دي اساسها الحاجه الحراق عشان بتدفى. امال هي شتويه خلاص ولعها واحنا ناكلها زي انا هستكفي بالاثنين دول. بصوا بقى يعني المفاجآت. بصوا انا حطيت المرقه اهي، المرقه بقى علشان ما عنديش شوربه، عندي شوربه استكفي بواحده بس. سيبيها علشان انا دقتها وهي حلوه، هي عجباني حراقه بقى ما تاكليه. انا اللي جبته لنفسي انا اللي جبته لنفسي، حد ياكلني حد يغديني عنده. بتضرب في الدماغ. اشيل منها قرن؟ لا اشيل منها قرن، ده تبقى على كيفها وكيف ابويا. انا اللي جبته لنفسي، انا ست كبيره، ست عندي 55 سنه. يعني ابويا عنده ايه يعني؟ عنده 65 سنه. ما هي اكبر مني. ولا طب الله ده انا مصلحه ده لا ما تفهميني ده الخلاط اتكسر. عليه العوض ومنه العوض. اتعمل معايا في العكس كده ورحت وداته للراجل قال لي صلحه. يعني ده اتفتح من تحت. ده البتاع ده هيبوظ. البركه اللي انا شايله منه الكهرباء. انت لازقه لحمي يا اختي.
طب انا حلتها بسرعه بالعكس، ويمين الله كنتوا تشوفوا الدنيا روبي، والراجل مصلحها لابو طارق وقال له صلحها. هنحط هنا كده الاول، حطيها وباجي بقى على مشوي. طب الحمد لله اللي انا ما اشتغلتش مش شفشق خالص، ولا كنا هنعمل باجي هنضرب الطماطم فين. بقى بس احط هنا كده. ما فعل في الخلاط، قدر الله ما شاء فعل. انا عارفه بقى هو بقى زعلان صلحناه. واو لازم نجيب شفشق تاني. بص بقى سنه اولى مطبخ، انت قلت لي ولادي مش موجود وجوزي مش موجودين والعيله كلها مش موجوده، نعمل ايه؟ نكتبني زي ما احنا مرتبين زمان موريات. حطينا الشوربه بتاعتنا غلى. شوربه ايه؟ شوربه تسبيكه. التسبيكه وحطيت فيها كوبايه ميه. صح كده. غلى كده اطفى عليه واسيبه، كان فراخ كان لحمه كان زيتون، اطفى عليه. جو جوز جو ولادي وجم حبايبي على ما يغسلوا ويغيروا اسقط المكرونه، على ما يقعدوا ويتلموا وينحوا بعض شويه يكون المكرونه بتاعتنا استوت، نقوم دلقينها على طول. طب يلا استلزمنا المكرونه عشان احنا موجودين. بس طارق نام على السرير وطارق موجود معايا يا جدعان. نحط بقى المكرونه بتاعتنا كده، نجيب بقى المبكبجه دي بدل المكرونه الحلو. المكرونه يا رب تطلع حلو. صفاتي بقى ملحيه، هي بصراحه بتضرب في النافوخ. حط بقى الطماطم بتاعتي. لا يا خالة حلوين علشان اجي اغرفك تبقى الطماطم دي مصحصحه معايا. البقبقه معاه ولا ايه؟ البقبق وياه يا سيدي. هي بيبقى فيها صوص اكتر من كده. قول لهم بقى السبب. اي والله طريق السبب. راح الدكان يا جدعان. يا سيدي يا سيدي. يلا عشان انا جعان. شوفوا انا جعان يا جدعان. شوفوا ما شاء الله. حبه كزبره بقى كده خضراء. يا سيدي زي العسل اهي. انت قشطه 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 قشطه. لا في ناس يا طارق بيحبوها ايه؟ يكون فيها صوص شويه. الله ابو طارق جه كلم منها معلقه بيقول لي تحفه. تعالوا طارق. ايه يا ام طارق؟ مع ايه البصل. التحفه والحلاوه والجمال دي؟ ايه رايك؟ عايز بكبجه. الصلاه على النبي يا بكبجه. حلو والله يا ام طارق. ايه دي بتاع المطاعم دي؟ بتاع المطاعم. ايه الصلاه على النبي الصلاه على النبي. تعالى نقعد نتغدى. اتغدى يا عسل. تعال اتفضلوا معانا يا حبايبنا يا احلى حبايب. يا ابو طارق حبيبي على معدتي ليه؟ حنط اكله شتويه، اكله بتدفي، اكله ليبي ما شاء الله تحفه. ربنا يكبر بخاطركم زي ما انتم جابرين بخاطرنا، ويسعدكم ويفرحكم وبارك لي فيكم يا حبايب قلبي. سلام ختام.